سلسلة الانفينكس نوت هي السلسلة اللي بتكتب تاريخ الموبايلات كل سنة. بدأت بالنوت 30 كصدمة رخيصة وقوية، طورت نفسها في النوت 40 بالشاشات الرهيبة، أما بقى في النوت 50 فضربت في المليان بالأداء لحد ما وصلنا ل 2026 وقلبت الطاولة كلها بالنوت 60 برو، واللي هيخلي المنافسين بعد كده يفكروا بدل المرة 1000 لما يجوا يطلعوا موبايل جديد في بداية الفئة المتوسطة. بس يا هل ترى الموبايل ده هيكون هو الابجريد اللي هيخليك تبيع الموبايل بتاعك فورا وتشتريه، ولا هيكون في حاجة كده تخليك تفكر في الأول 1000 مرة؟ ده اللي احنا هنكتشفه مع بعض في الفيديو بتاع النهاردة، وده لما اقول لك كل اسرار الموبايل ده بالتفصيل كده واحدة واحدة، وكمان في النهاية هقول لك هل الموبايل ده هيكون مناسب ليك ولا لا. بس يا ريت في الاول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتشتركوا في قناتنا التانية قناة سراديب. انا محمود طمان، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. تعالوا نبتدي وكالعادة بالتصميم. التصميم اللي هيسرق عينيك من أول ثانية هتشوف فيها الموبايل، وده لأن الموبايل بيجي بتصميم أو بديزاين شيك جدا مش هتستوعب خالص ولا تصدق إنه بالسعر ده. فالظهر بتاعه بيجي من الألمنيوم الناعم، وده علشان بصمات إيدك ما تظهرش فيه. وكمان الإطار برضو بتاع الموبايل من الألمنيوم الصلب، وده هيخلي الموبايل بتاعك يستحمل الخبطات والوقوع من ارتفاع مترين. خامات بريميوم جدا ومحترمة بالنسبة لموبايل في الفئة السعرية دي. وكمان الموبايل بيجي بحواف مقوسة كده علشان يكون مريح في ايدك، مع الابعاد بتاعته المناسبة جدا، وكمان الوزن اللي مش تقيل علشان يكون مريح في الجيب او الايد طول اليوم من غير تعب. وكمان الموبايل بيجي بالوان شيك وكتير جدا زي الاسود والرمادي والاورنج والازرق والموكا والوردي، وكلها الوان بتجمع لك ما بين الشبابية والشياكة، وكمان بتلمع في الضوء كده زي المجوهرات، وده علشان تناسب كل الأذواق. وأهم حاجة في الموبايل ده إنه بيجي بشهادة مقاومة IP64، يعني هيكون مقاوم للتراب ولرذاذ المية من كل الجهات، فلو الدنيا مطرت عليك وانت ماشي في الشارع أو جه عليه كده شوية مية مش هيحصل له أي حاجة. أما بقى الميزة اللي تهبل في الموبايل ده هي الشاشة الخلفية الصغيرة اللي موجودة في سيت اب الكاميرات، واللي مساحتها 1.1 بوصة، ودي شاشة كده صغيرة موجودة تحت الإزاز ومش ظاهرة غير لما تلمسها، وبتعرض لك بقى إشعاراتك والساعة ونسبة البطارية واسم الأغنية اللي انت مشغلها على الموبايل. لا ده كمان بتعرض لك كده ألعاب بسيطة أو تمارين رياضية من غير ما تفتح الموبايل أو الشاشة بتاعة الموبايل. وكمان معاها ضوء ملون حواليها بيضوي بلون أحمر لما البطارية تكون ضعيفة، والضوء ده بيكون أخضر لما بيجيلك رسالة، وبيكون أزرق لما يجيلك مكالمة، وكمان بيرقص مع الموسيقى، وتقدر تظبط الألوان بتاعته زي ما تحب. فالشاشة دي هتخلي الموبايل بتاعك روش جدا وهتعجبك قوي بصراحة. فنقدر نقول كده باختصار ان التصميم بتاع النوت 60 برو من انفينكس هيديك احساس اجهزة الفلاج شيب، خفيف ومتين وشيك، وكمان مع الشاشة الخلفية الذكية والضوء الملون اللي بيخليك مميز، هتحس انك ماسك موبايل ينفع للشغل واللعب واستخداماتك كلها، وهيلفت النظر اليك بسرعة اول ما تطلعه من جيبك في اي مكان. تعالوا بقى نيجي للشاشة بتاع النوت 60 برو، واللي انا بصراحة بسميها قاتلة المنافسين، لان الشاشة دي هتخليك تنسى اي موبايل انت مسكته او استخدمته قبل كده، وده لانها هتقدم لك تجربة بصرية كاملة هتغير يومك كله. فاول حاجة الشاشة دي من نوع اموليد، واللي مساحتها كبيرة جدا 6.78 بوصة، واللي بتيجي بدقة بكسلات 2644 في 1208 بكسل بنسبة عرض 19.5:9، مع كثافة بكسلات 429 بكسل لكل بوصة في الشاشة، وده بالتالي هتكون كده كثافة وحدة زي الليزر، بحيث ان الصور والحروف هتبان على الشاشة دي مثالية بدون اي بكسلة، سواء بتقرا كتاب الكتروني او بتتفرج على فيديوهات 4K على يوتيوب. مع دعم الوان 10 بت كلر ب 68 مليار لون، هتقدم لك الوان غنية وطبيعية بنسبة 100%، وكمان تغطية DCI-P3 كاملة، يعني هتاخد مستوى عرض وفرجة والوان هتعجبك جدا. وبرضه من اهم واقوى المميزات المحترمه جدا في الشاشه دي انها بتيجي بريفرش ريت معدل تحديث عالي 144 هرتز، واللي هتقدم لك اداء ناعم زي الحرير في السكرول على اي سوشيال ميديا، وكمان في اللعب الجيمز. وبرضه من اهم مميزات الشاشه دي انها بتدعم PWM ديمنج 2304 هرتز، وده علشان يحمي عينيك من الارهاق بشكل تام. وبرضه من اهم المميزات القويه في الشاشه دي انها بتيجي بدرجه سطوع بتوصل لغايه 4500 نتس في البيك او الذروه، واللي هيخليك تشوف كل التفاصيل في عز الظهر من غير اي مشكلة خالص.
والشاشة دي بتستحوذ على 89.4% من حجم الواجهة بتاع الموبايل كله. وكمان الشاشة دي شاشة كاملة علشان تقدر تستعرض عليها وتشوف أي حاجة أنت بتحبها. وكمان من أهم المميزات القوية في الشاشة دي إنها بتدعم الألترا HDR وكمان الدولبي فيجن علشان تشوف عليها الأفلام والفيديوهات زي السينما بالظبط. وكمان بتدعم وضع الآي كومفورت علشان تحمي عينك من الضوء الأزرق. فباختصار الشاشة دي هتقدم لك وضوح وسطوع وسلاسة هتحسسك بعالم بصري جديد كل يوم، وهتقدم لك مميزات وأداء مبهر جدا مش هتصدقه خصوصا في السعر اللي بيجي في الموبايل. أما بقى لما نيجي نتكلم عن الأداء والمعالج بتاع النوت 60 برو من انفينكس، فالموبايل ده بصراحة هيكون مثالي للشباب اللي عايز يلعب أقوى الجيمز وكمان يفتح تطبيقات كتير مع بعض من غير أي مشكلة خالص أو تهنيج يزهقك من الموبايل. وده لأن الموبايل بيجي بمعالج قوي جدا من كوالكوم وهو السناب دراجون 7 اس جين 4، واللي يعتبر بصراحة من أقوى وأهم المعالجات اللي موجودة في الفئة السعرية دي. فالمعالج ده بيجي بدقة تصنيع 4 نانومتر المتقدمة علشان توفر لك في الطاقة وكمان ما تخليش الموبايل يسخن منك. وهو كمان معالج اوكتا كور ثماني النواة، بحيث ان النواة الرئيسية بتيجي بتردد او بسرعة 2.7 جيجا هرتز للمهام التقيلة زي الايديت كده والمونتاج بتاع الفيديوهات ال 4K، وعندك 3 انوية بيجوا بسرعة 2.4 جيجا هرتز للجيمنج، والاربع انوية الاخرى بيجوا بتردد 1.8 جيجا هرتز للاستخدام اليومي الخفيف، مع معالج جرافيكس جي بي يو وهو الادرينو 810، وده معالج جرافيك قوي بيدعم الفولكان 1.3 وكمان الاوبن جي ال اي اس 3.2 للجيمز الحديثة. الموبايل بيجي بنسختين من الرامات 8 و12 جيجا بايت رام من نوع DDR5X السريعة، مع إمكانية زيادة الرام افتراضيا لغاية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2، واللي هي أسرع بنسبة 30% من UFS 2.1. يعني هتقدر تفتح كل التطبيقات اللي انت بتستخدمها زي واتساب، انستجرام، يوتيوب، تيك توك، الجيميل، مع 15 تابة كده أو تبويب كروم مع بعض بدون أي لاج، والملفات هتتحمل معاك بسرعة صاروخية. وكمان المعالج ده بيقدم لك في البنش ماركس والاختبارات أرقام ونتائج قوية جدا، بحيث انه بيتفوق على معظم المعالجات اللي موجودة في الفئة السعرية دي. وبرضه الموبايل او المعالج ده هيقدم لك في الجيمنج كده اداء قوي جدا، لعبة زي بابجي او COD هتشتغل معاك ب 90 فريم كده بشكل مستقر، وكمان لعبة زي جنجن امباكت هتشتغل معاك على اعدادات جرافيك HD ب 60 فريم في الثانية، وكمان لعبة زي اونر اوف كينجز هتشتغل معاك ب 120 فريم في الثانية بدون اي مشاكل او تهنيج او لاج، وكل ده من غير ما الموبايل يسخن منك لانه بيجي باي سكور فامبر شامبر 3D، واللي حجمه كبير 6045 ملم مربع، واللي هيمنع ان الموبايل يسخن حتى بعد استخدام ساعتين من الاستخدام المتواصل جيمنج تقيل. فباختصار المعالج والاداء ده هيقدموا لك قوة حقيقية سواء بقى في الجيمنج الممتع او القوي، وكمان استخدام يومي سلس بدون اي مشاكل. وهو باختصار هيكون موبايل متوازن ومثالي للشباب اللي عايز كل حاجة بفلوس معقولة، وهيقدم لك كل اللي انت محتاجه من غير اي مشكلة خالص. تعالوا بقى نتكلم عن الكاميرات بتاعة النوت 60 برو من انفينكس، واللي هتحولك كده لمصور محترف من خلال بس الموبايل اللي موجود في جيبك. وده لان الموبايل بيجي بنظام كاميرات ثلاثي ذكي بتقنيات قوية جدا هتخليك تاخد صور ممتازة هتعجبك جدا في كل المناسبات وكل ظروف الإضاءة. فأول حاجة الكاميرا الأساسية بتاع الموبايل بتيجي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.6 بمستشعر من سوني هو IMX 882 مع حجم بيكسل كبير، وكمان بتدعم OIS مثبت بصري، وكمان بتدعم خاصية الاوتو فوكس، واللي هتطلع لك في ضوء النهار صور واضحة جدا بتفاصيل دقيقة زي ما تكون بتاخد صور بكاميرا بروفيشنال DSLR. ألوانها طبيعية مش مشبعة زيادة، وكمان الديناميك رينج بتاعها واسع بيحافظ على السما والظل مع بعض. الألوان مشبعة كده بس واقعية. أما بقى في الإضاءة المنخفضة أو بالليل عندك سوبر نايت مود ذكي بيشتغل بالAI بيجمع لك 4 صور مع بعض علشان يقدم لك أفضل جودة ممكنة. وكمان OIS اللي موجود في الكاميرا الأساسية دي بيقدم لك صور ثابتة بدون بلور، حتى لو إيدك كده بتترعش وانت بتصور. هتاخد تفاصيل واضحة في الشوارع المعتمة والكافيهات، وكمان ألوان دافية طبيعية مش صفرة زيادة. أما بقى الكاميرا التانية فهي كاميرا الترا وايد الخاصة بالتصوير بزاوية واسعة، واللي بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2 علشان تقدر تاخد بيها صور جماعية أو مناظر واسعة، واللي بتشتغل كويس في النهار بتفاصيل مقبولة، ولكن بقى بالليل إلى حد ما بتحافظ على جودتها، ولكن بيظهر برضه في الصور نويز وتشويش ملحوظ.
اما بقى بالنسبه للكاميرا الثالثه فهي الخاصه بعمل العزل او وضع البورتريه، واللي بتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4، واللي بترسم لك العمق بدقه عاليه، والبوكيه فيها بيطلع طبيعي زي الكاميرات الاحترافيه، وتقدر تعتمد عليها بشكل كبير ومقبول انك تاخد بيها صور بورتريه كويسه. وكمان الكاميرات دي موجود فيها مميزات ذكيه كتير زي الاي سين ديتكشن، وكمان تقدر تغير السما في الصور اللي انت بتصورها، وتقدر تصور بيها اي مستندات او اوراق بشكل ذكي جدا، دوكيمنت سكانر، وكمان بتدعم الاي ار ستيكرز، وكمان مميزات تانية كتيرة جدا تخلي تصويرك بصراحة كده مختلف بشكل كبير. اما بقى بالنسبة لتصوير الفيديو فانت هتقدر تصور فيديوهات 4K ب 30 فريم في الثانية باستخدام الكاميرا الرئيسية، مع المثبت البصري الاي اس والمثبت الالكتروني الاي اس هيخلي تصويرك ثابت مش مهزوز. وكمان هتقدر تصور فيديوهات فول اتش دي بلس ب 60 فريم في الثانية، وكمان هتقدر تصور فيديوهات سلو موشن لغاية 240 فريم في الثانية بدقة اتش دي. اما بقى بالنسبة للكاميرا الامامية فالموبايل بيجي بكاميرا امامية وحيدة بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 2.2، واللي ملحقة بفلاش LED مزدوج من قطعتين. وانت هتقدر باستخدام الكاميرا الامامية دي انك تاخد صور سيلفي واضحة بتفاصيل بشرة طبيعية، وكمان الاي اي بيعمل لك تجميل للصور ولكن بشكل خفيف مش مزيف. ومن اهم المميزات اللي موجودة في الكاميرا الامامية دي انك هتقدر باستخدامها تصور فيديوهات بجودة 4K. النوت 60 برو من انفينكس بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 16 اندرويد 16 مع احدث واجهة مستخدم من انفينكس وهي الاكس او اس فيرجن 16، واللي بتيجي بتصميم جلو سبيس انيق بايقونات جديدة، وكمان مع خلفيات وسمات بيتم توليدها من خلال الذكاء الاصطناعي AI جنريتور. وكمان الواجهة دي هتقدم لك حركات كده سائلة اسرع بنسبة 20%، مع مساعد انفينكس الذكي الفولكس اللي بيقدر يعمل لك حاجات كتير جدا من خلال الاوامر الصوتية زي الترجمة الفورية وملخص مكالمات ورد تلقائي، وكمان بيقدر يحول لك الرسومات لصور، مع مميزات تانية كتير جدا هتخلي استخدامك للموبايل سهل ومريح. ولكن من اهم المميزات القوية جدا في السوفت وير ده انه بيقدم لك 3 سنين تحديثات اندرويد، يعني الموبايل ده هيوصل له تحديث اندرويد 19، وكمان معاك 5 سنين تحديثات امان. يعني بصراحة الموبايل ده هيكون مثالي للي عايز نظام سريع وممتع وكمان تحديثات طويلة. طيب هل انفينكس بس استكفت بكل المميزات اللي احنا قلناها دي؟ لا لسه. خد عندك بقى البطارية، واللي هي برضه تعتبر من اهم المميزات القوية والايجابية جدا اللي موجودة في النوت 60 برو من انفينكس، وده لان الموبايل بيجي ببطارية ضخمة بسعة 6500 ملي امبير، واللي تعتبر اكبر سعة بطارية في تاريخ انفينكس كله. فالبطارية دي هتديك يومين استخدام كامل في حالة لو انت بتستخدم الموبايل بشكل متوسط، او هتكمل معاك يوم كامل تقيل جيمنج وفيديو وسوشيال ميديا. اهرس الموبايل زي ما انت عايز، وكمان هتلاقي اخر اليوم لسه البطارية فيها 20% تقريبا. وبرضه بالاضافة لكده من اهم المميزات اللي موجودة في البطارية او في الموبايل ده انه بيدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، يعني هتقدر تشحن الموبايل بتاعك لغاية 100% في حوالي 41 دقيقة، وده رقم ممتاز بالنسبة لحجم البطارية الضخم ده. لا ومش كده وبس، ده انت كمان عندك شحن لاسلكي بقدرة 30 واط. لا ومش بس كده، ده انت كمان عندك الموبايل ده بيدعم الشحن العكسي علشان تقدر تستخدمه كباور بانك تشحن بأي موبايل تاني. وكمان البطارية دي فيها ميزة مهمة جدا وهي السيلف ريبيرنج سيستم، بحيث انها بتقدر تحافظ على 80% من الساعة بتاعتها حتى بعد 2000 دورة شحن، يعني حوالي 6 سنين. يعني انت بعد 6 سنين تقريبا هتلاقي البطارية لسه محافظة على قوتها بنسبة 80%. انت متخيل؟ فانت من ناحية البطارية والشحن مع الموبايل ده حط في بطنك بطيخة صيفي. تعالوا بقى نشوف المميزات والخصائص الإضافية والمستشعرات اللي بتخلي الموبايل ده موبايل ممتع كده وسهل جدا في الاستخدام اليومي. فأول حاجة انت عندك مستشعر بصمة أسفل الشاشة أوبتيكال، واللي بيشتغل بشكل كويس جدا من حيث الدقة أو السرعة بتاعته. وعندك كمان خاصية الفيس أنلوك، واللي هتقدر باستخدامها انك تفتح الموبايل بتاعك باستخدام بصمة ولوج الفيس اي دي، واللي بتشتغل بشكل كويس من حيث الدقة او السرعة بتاعتها. وكمان عندك الموبايل بيجي بالمستشعرات الاساسية زي مستشعرات التسارع والتقارب والضوء محيط البوصلة والجي بي اس اللي في الجهاز بيشتغل بشكل ممتاز من حيث الدقة او السرعة بتاعته. وعندك كمان مستشعر جيروسكوب ومستشعر اي ار بلاستر علشان تقدر تستخدم الموبايل كجهاز ريموت تتحكم بيه في الاجهزة الكهربائية. وكمان من اهم المميزات اللي موجوده في الموبايل ده ان موجود فيه مستشعر الاتصال قريب المدى ال NFC علشان تستخدمه في الدفع اللا تلامسي وكمان في نقل البيانات السريع. والموبايل داعم لشبكات الجيل الخامس ال 5G، وكمان بيدعم تركيب شريحتين نانو سيم. وخلي بالك ان في بعض النسخ بتدعم تركيب شريحه الكترونيه اي سيم،
ولكن ده مش موجود في كل الدول، فتأكد الأول قبل ما تشتري الموبايل بتاعك هل النسخة اللي موجودة في بلدك بتدعم الاي اس ام ولا لأ. وكمان الموبايل موجود فيه مستشعر نبض القلب وضغط الدم SpO2 واللي مدمج في زر الباور الجانبي. وكمان عندك شوية خصائص ومستشعرات خاصة بالرياضة ودرجة حرارة الجلد والتمارين الرياضية وتتبع جودة النوم ووزن المثالي وشوية حاجات كتير جدا. ولكن بقى من أهم وأقوى المميزات اللي موجودة في الموبايل ده بصراحة إنه بيجي بسماعات ستيريو صوتها قوي ومحترم جدا، واللي من تصنيع عملاق الصوتيات JBL، واللي بتيجي ببيس قوي وبتدعم خاصية دولبي أتموس، واللي هتقدم لك تجربة صوتية ممتعة لما تيجي تتفرج على فيديوهات أو بتلعب جيمز على الموبايل. وسعر بيع الموبايل بيبتدي من أول $320، واللي أنا شايفه بصراحة سعر ممتاز و10 على 10 بالنسبة للمواصفات اللي هو بيقدمها لك. أول ما الموبايل يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري الموبايل ده. طيب زي ما احنا متفقين دايما إن مفيش أي موبايل مهما كان خالي من العيوب. أي نعم العيوب اللي موجودة في الموبايل ده مش كتيرة ومش مؤثرة، بس برضه لازم أقولها لك علشان تكون عارفها لو أنت قررت تشتريه. أول عيب إن الموبايل ما بيدعمش تركيب كارت ذاكرة خارجي مايكرو SD كارد. العيب التاني إن مفيش عندك منفذ سماعات 3.5 ملم إيدو جاك. العيب التالت إن نوع ذاكرة التخزين UFS 2.2. أي نعم هي سريعة بس مش أحدث حاجة. العيب الرابع إن عندك شوية بلوتوير تطبيقات مسبقة التثبيت في الواجهة بتاع النظام، وكمان عندك شوية إعلانات خفيفة كده في الشاشة الرئيسية. العيب الخامس إن الموبايل للأسف مش مقاوم مقاومة كاملة للمية، يعني ما تقدرش تغمره في المية. العيب الأخير إن الكاميرا الألترا اللي موجودة في الموبايل ضعيفة شوية بالليل. فالعيوب دي مش عيوب قاتلة، بالعكس أنا شايفها مقبولة جدا بالنسبة للمواصفات المحترمة والقوية اللي بيقدمها لك الموبايل ده. فهو من وجهة نظري صفقة مثالية بالنسبة لموبايل في بداية الفئة المتوسطة. هتاخد تصميم مبهر وجديد بالنسبة للفئة السعرية دي مع شاشة مبهرة وأداء قوي جدا وكمان كاميرات محترمة وبطارية ممتازة هتكفي معاك اليوم كله وأكتر، كمان مع شحن سريع سلك ولا سلكي. وعلشان كده شايف ان الموبايل ده هيكون صفقة مثالية للشباب اللي عايز ياخد احساس موبايل فلاج شيب ولكن بفلوس معقولة من غير ما يدفع كتير. فهو من وجهة نظري موبايل قنبلة كقيمة مقابل سعر، وبيتفوق على موبايلات كتير جدا في سعره وفي الفئة السعرية اللي اغلى منه كمان. وفي النهاية لو عندك اي سؤال عن الموبايل ده او اي موبايل تاني سيبولي في التعليقات وهرد عليك بنفسي في اسرع وقت. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، وكمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة اول باول. اشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.